لا ما تعرفش الخير يجي منين. لا اله الا الله. فالرحمه باليتيم ده من النعم. انت لما لا تحقرن من المعروف الله ولو فرس شاه، سبحان الله، لا. فرس شاه، حافر شاه كده، تقول يعني يا راجل ده دي ممكن تود تعمل، سبحان الله العظيم، تعمل خير ما بعده خير. صحيح. سبحان الله. الراجل بيطوف مش خلاص لم ياكل يومين في مكه، هوب ماشي عقد اللؤلؤ حطه في جيبه، قال يمكن انا هعطيه للراجل ولصاحبه يعني واخد شيء. فقال من له عقد او واحد وصفه، قال خذ، راح حطه في جيبه ومشي ولا اعطاه شيء. المهم لم يجد مكه راح ناحيه جده وركب المهم ارفعت به السفينه الى جزيره، فدخل الجزيره كان اغشى عليه من التعب، المهم دخل المسجد ملوش مكان، فقعد يقرا القران يصلي بصوت، فسمع صوته قال انت قارئ للقران، خلاص انت تجلس معنا وتعلم اولادنا. قاعد يعلم اولاده، بداوا عجبوا له بيت وكده، قالوا بس لا يجوز لك ان تمكث بيننا من غير زوجه، تعال نزوجك. فدخلوا عندنا فنظر، فاطال النظر في وجه العروس، فقال اناس صالحين يا رجل ايها الرجل الصالح، يعني عملت رعب للبنت كما قال هذا العقد الذي في رقبتها. مالك انت راجل طماع ولا ايه؟ قال لها هذا العقد كنت قد وجدت مثله في مكه. قال وصاحب العقد كان يدعو اللهم زوج ابنتي برجل صالح كالذي وجد عقدي. يا الله. راح لرزقه وخذوا رزقك يا ابن منتظرك، وهذا من الله. وهذا من نعم الله. بارك الله فيك. طب نريد من فضيلتكم